بروغرام خاص. شفناك عشت ضغط. التقينا قبل بداية المباراة. اليوم مولودية فازت بثلاثية لطيفة أمام الجار والغريم اتحاد العاصمة. ما هو شعورك؟ الحمد لله الحمد لله. التعب تاع اسبوع ما يخفى لكمش. جينا من تنزانيا تعبانين شويه، لكن الحمد لله الاولاد خدموا، اللاعبين قدموا كل ما عندهم. هذو هما الدربيات، جزئيات صغيره. راكم شفتوا في الشوط الاول كانت الافضليه لاتحاد العاصمه، لكن في الشوط الثاني تغيرت الامور. الحمد لله ربي وفقنا، ونشكر اللاعبين والطاقم الفني وكل من سهر على هذا الفريق. الحمد لله اليوم رانا نقدروا نقولوا الفوز هذا راح يعطينا دافع اكثر باش نلعبوا للامام ان شاء الله على البطوله وعلى الجبهات الاخرى. وايضا نشكر فريق الاتحاد العاصمه على ما قدمه في ارضيه الميدان. هذه الدربيات، فوز وخساره وتعادل. الحمد لله اليوم لو شارم تاع الدربي كما يكونوا الاهداف، الحمد لله اليوم ما خيبوناش، وكانوا الاهداف هكذا باش المتعه للجماهير ولكل الشباب. هذا فوز خارج الديار بريزيدون، ويعني راح يعطي 5 جويلية، يعني ما نفرقوش. صح. خارج ديار دائما اللقاء بين اتحاد العاصمه ومولوديه الجزائر يبدا قبل في المنازل، يبدا ما بين الاخوه، يبدا ما بين الجيران. ما هذا الا لقاء في كره القدم، يعاودوا يتلاقاو ما بيناتهم وتكون المحبه. وما الحمد لله دينا 3 نقاط خارج ميداننا. ان شاء الله نواصلوا على هذا المنوال، نحط له رجلنا في الارض ونواصلوا في هذا المنوال، لانه هذا راح يكون ماتش ريفيرونس يعملوا عليه ويزيدوا يافونسيو لقدام، لانه لحد الان ما حققنا حتى شيء. مازال البطوله طويله. هناك الكاس الجمهوريه وهناك الكاس الممتازه، عندنا الربع النهائي روزمون مازال بعيد شويه، لكن لازم رابيدمون هاد لي ماتش. شفتوا التاهل عنده 5 ايام من تنزانيا.